القصة وين مذكورة؟ مذكورة بكتاب العلامة الأبطحي، بكتابة موثقة، حتى ما تقولوا الشيخ يجيب روايات هكذا، لا، كله مسجل ومدون ومسند. يقول العلامة الأبطحي بكتابه، يقول العلامة الميلاني أتت له عائلة ألمانية بسنة من السنوات، ألمان، قالوا سيدنا رايدين نتشيع. قال غريب، انتم وين والتشيع وين؟ انتم ألمانيا وغرب تجابكم على التشيع، لابد انه سبب وجيه خلاكم تحضرون للتشيع. قالوا اي والله بسنة من السنوات، رجاء تنبهوا لي شوية شباب لان القصة بيها دمعة بيها دمعة. قالوا له بسنة من السنوات عندنا بنية، ابنتنا الصغيرة كانت تلعب قرب المنزل، تعثرت، وقعت عن الدرج. وين اجت الضربة؟ على اضلاعها، تكسرت اضلاعها. اي ابنتنا الصغيرة يا زهراء. قالوا له تكسرت اضلاعها، ما خلينا دكتور عربي غربي اجنبي دول العالم، رحنا هنا انه البنت تشفى، ما كانت تشفى. العلامة الميلاني يستمع لهم بكل انصات. قال اكملوا. قالوا له بعد ما يأسنا الدكتور قال لنا هاي البنت ميتة لا محال، خلص هاي ميتة. قالوا ماذا نفعل بها؟ قال خذوها خلوها تنام بالبيت، تشبعوا منها تزودوا منها، شوفوها خلص ميتة. اخذناها نيمناها، البنت قطعت الطعام والشراب، لا تاكل ولا تشرب، لا اله الا الله. يقول تعمل عنا في المنزل خدامة ايرانية من ايران، مذهبها شيعي، موالية لامير المؤمنين، تدرب الزهراء. قالت له لصاحب الدار، قالت له سيدي قالت له سيدي العلاج موجود عندي، الحل موجود عندي. قال له عندك؟ قالت له ايه. قال له ما الحل؟ قالت له افتح الشباك بالليل ليلة الجمعة، واتجه بنظرك ناحية المدينة المنورة، ناحية أرض اسمها البقيع، وقول يا زهراء يا مكسرة الأضلاع اشفي ابنتي. هذا الرجل يقولها منو هي فاطمة الزهراء حتى اتوسل بها؟ قالت له فاطمة بنت نبينا محمد كسروا أضلاعها، كان عمرها 18 سنة، وأسقطوا جنينها وقتلوها، عصروها خلف الباب. قالها وترد إذا حكيتها بالهوى ترد؟ قالت له إذا فكرت بعقلك ترد. قالها إيش قد عظيمة يعني فاطمة؟ قالت له جدا جدا عظيمة. هذا أسرع، فتح الشباك، قال له زوجتي تعالي. اجت زوجته، فتح الشباك، قال لها يلا انا وانتي. بدأ هو وزوجته يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا مكسرة الاضلاع اغيثينا اغيثينا. السيد بدأ بالبكاء. العلامة الميلاني فهم القصة، قال له والله البنية نايمة في غرفتها، احنا نصرخ تحت يا فاطمة يا مكسرة الاضلاع. سمعت بنيتي تصرخ ابتاه ادركني بسرعة يا ابوي، تعال بسرعة. يقول البنت كانت لا تتكلم، البنت لا تتحرك، لا تاكل لا تشرب. اسرعنا انا وامها الى غرفتها، والله وهالبنية واقفة على قدميها، تقول ابتاه جوعانة وعطشانة، ابتاه انظر الى الشباك انظر. يقول صرت انظر الى الشباك ما شايف شيء، لكن البنت تقول الله معاك يا فاطمة، الله معاك يا فاطمة. بالاجنبي يتكلم، يقول له لسيد الميلاني بلغته بالالمانيه، والسيد جايب مترجم حتى يشرح الكلام. يقول له صارت تصرخ بامان الله يا فاطمه بامان الله. سالت بنيتي ما القصه ما الخبر؟ قالت لابويا كنت نايمه، استيقظت على صبيه عمرها 18 سنه مثل الورده، تمسح على راسي وتمسح على اضلاعي وتقول اضلاعك مكسره واضلاعي مكسره. لا اله الا الله. تقول جيتك ابوك ناداني، تركت البقيع جيتك لألمانيا، لان انا ما يهين علي واحد يناديني باسمي وما ارد عليه ابدا. قالت له وين يوجعك؟ قالت له سيدتي هذا ضلعي هذا يوجعني جدا. تقول صارت تمسح لي على اضلاعي، تقول الهي بحق ضلعي عليك اشفي ضلعها. البنت تخبر ابوها. ها السيد الميلاني شال عمامته عن راسه، ضربها بالارض وصار يلطم على راسه، يقول يا فاطمة الزغراء، غريبة يا ام الحسن والحسين،